السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناتكم الجديدة الدش ببساطة، ودي القناة البديلة لقناة الكينج، وللأسف القناة اتقفلت فعملت القناة الجديدة، فياريت تدعموني بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يجيلكم كل فيديوهاتي. النهاردة هنركب مع بعض طبق سهيل سات لتشغيل قنوات البين سبورت على قمر سهيل سات، وهنركب القمر على طبق 70 سنتي بريفكس، وده الطبق معانا. وهقول لكم على سر ضبط إشارة سهيل سات اللي كل الفنيين مخبيينه عنكم. وانا هنا بركب الطبق في التجمع الاول، وبركب في مدينة الشروق ومدينة بدر وفي مدينتي وفي التجمعات وفي الرحاب. ولو اي حد عايز يركب اي طبق نايل سات او اوروبي او مجموعة اقمار، هسيب لكم الرقم في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. ونروح للطبق عشان ما نطولش عليكم. واول حاجة هنحدد مكان الطبق وبعد كده هنركب الطبق. انا عشان هركب على دايزك فلازم اجي جنب الطبق النايل سات عشان يبقوا الاتنين مع بعض نازلين على سلك واحد. واحنا حددنا المكان وهيبقى هنا جنب طبق النايل سات. واول حاجة هنكسر بلاطة، واهم حاجة كسر البلاطة عشان لو ركبت على البلاطة من غير ما اشيلها او اكسرها بعد فترة الطبق بيتحرك من مكانه من عوامل الجو والهواء والمطرة، الطبق بيقع، فلازم اكسر بلاطة. ولو مش عايز تكسر بلاطة ممكن نخربش البلاطة بالشكل ده كده كلها وما نكسرهاش. والفيديو ده فيديو طويل شوية، بس استحملوني عشان انا شارح كل حاجة في الفيديو بالتفصيل وعشان نعرف نركب الطبق بكل بساطة. واحنا كده كسرنا البلاطة، وهنجيب المية وهنبل مكان البلاطة اللي انا كسرتها، وهنحضر الاسمنت والجبس. وهنا كده انا حضرت المية ورشينا على الكسر اللي احنا كسرناه، وجبت الاسمنت والجبس وهنعجن الاسمنت والجبس وهنركب الطبق مع بعض ونرجع تاني. انا شغال هنا باسمنت ابيض، ولو في اسمنت اسود برضو عادي مفيش اي مشكلة. ولازم واجهة العمود تبقى في اتجاه القمر، واحنا جمعنا الطبق وهنركبه بالشكل ده. وهسيب لك فيديو في صندوق الوصف ازاي تقدر تجمع الطبق بشكل صحيح وبكل بساطة. وهنا جمعنا سلك التست بتاعي عشان نشغل الجهاز، وده كده شكل الطبق اللي انا ركبته وهو على اتجاه النايل سات. يعني لما اجي اركب قمر سهيل سات هركبه في اتجاه النايل سات، وبعد كده هاجي ورا الطبق بالشكل ده. ده معايا النايل سات وده على نفس الاتجاه، وهاجي احرك الطبق ناحية الشمال بالشكل ده. وطول ما انا بحرك الطبق ناحية الشمال لازم ارفع الطبق لفوق. كل خطوة بحرك فيها الطبق للشمال ارفع الطبق لفوق، طبعا من ناحية الشمال وانا ورا الطبق. هنثبت الكاميرا معايا وبعد كده هنروح للطبق، واحنا هنظبط على تردد 11677 او على تردد 12523 اتش، والترددين دول عاليين ودول اللي انا هظبط عليهم القمر. وزي ما اتفقنا هاجي ورا الطبق وهبدأ احرك الطبق ناحية الشمال وارفع الطبق لفوق. وهنا هنيجي للسر اللي بيخفيه عنك كل الفنيين بتوع الدش، وهو في عدلة العدسة بتاعة الطبق. واهم حاجة معايا العدسة تكون مظبوطة، واتجاه العدسة بيبقى غير اتجاه النايل سات. اتجاه العدسة بيبقى لتحت زي ما باين عندكم في الصورة، وبالظبط بيبقى السلك ناحية الارض. ده بالنسبة لطبق سهيل سات. وهبتدي اجي بالطبق سنة شمال وارفع الطبق شوية، وبعد كده اروح سنة تاني شمال وارفع الطبق شوية. ولازم الطبق يكون حر معايا شمال ويمين وفوق وتحت عشان اعرف اتحكم في الطبق بالشكل ده كده. هبتدي اجي سنة شمال وسنة يمين لحد ما يظبط معايا الطبق. والتردد زي ما قلنا لحضراتكم هو 11677 او 12523
23. وانا ظبطت على الترددين والطبق اتظبط معايا. ودي الاشاره معايا اهي جايبه 70% على تردد 12523 اتش 27500. هي مش واضحه معايا قوي بس الاشاره اهي عشان الدنيا شمس، وهنعرف الفرق بين النايل سات وسهيل سات او عرب سات. ده النايل سات واللي جنبه سهيل سات. يعني خدها بالشكل كده لو حبيت تركب طبق سهيل سات، ده العدلة بتاعت سهيل سات وده النايل سات. يعني لو هتركب طبق سهيل سات هتيجي جنب طبق نايل سات وتخش شمال وتطلع بالطبق لفوق بالشكل ده، وبعد كده هتظبط على الترددات اللي سبتها لك في الفيديو، هتظبط معاك. انا ظبطت على ترددين. واخر حاجه هتبقى معانا مرحله الدايزنج وهنجمعها سوا. ودلوقتي هنجمع الدايزنج مع بعض، واهم حاجه لازم يكون معايا حتتين سلك بين قمر النايل سات وقمر سهيل سات، على حسب المساحه بينهم هجيب حته السلك. انا هنا المساحه بينهم مفيش متر، فجبت حته سلك مترين. وبعد كده هبتدي اجمع الان كونكتور، ودي الحته التانيه. والحته سلك هتكون بين طبق النايل سات وسهيل سات. بعد كده هنعوز حته سلك في حدود متر عشان نجمع بين سهيل سات والدايزنج، وهنعوز ان كونكتور وهنجمع الان كونكتور بالسلك. ودي الطريقه الصحيحه لتجميع اي ان كونكتور. هنقشر السلك، هنجيب الشعر على جنب بالشكل ده، وهننزل الورقة اللي مع الشعر دي لوحدها على جنب. وبعد كده هقص الحتة الداخلية اللي هي العازل بين الشعر وبين السلك المصمت او السلك النحاس، واتأكد ان السلك المصمت معلهوش اي عازل. هنضفه بالشكل ده كده، وبعد كده اركب الان كونكتور والف عليه شريط لحام، وبعد كده اقص الزياده. اهم حاجه في تركيب الان كونكتور ما يجيش الشعر على النحاس، واتاكد ان الشعر مش لامس النحاس. وبعد كده هقص الزياده، وبعد كده هنجمع الاربع اطراف بتوع السلك ونرجع مع بعض تاني. ولو عايزين اي تردد لاي قناه او عايزين تركبوا اي طبق او اي قمر اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هنركبه مع بعض. واحنا كده جمعنا الان كونكتور في السلكتين، وبعد كده هنروح للطبق النايل سات. هنفك السلك اللي طالع من الشقه او اللي طالع من الريسيفر، وهنركب مكانه الوصله الاولى اللي هتجمع بين النايل سات وبين سهيل سات على الدايزنج. وكده ركبنا السلك، وبعد كده هنروح للقمر التاني اللي هو سهيل سات، ومعانا السلك الاسود ده اللي هو جاي من الشقة او جاي من الريسيفر، وهنربطه بالطبق سهيل سات وهنسيب فيه مسافة عشان نقدر نتحرك بيها. وبعد كده هنمسك السلك اللي جاي من الطبق النايل سات وبرضه هنربطه في الطبق بتاع سهيل سات بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب الوصلة التانية اللي احنا كنا عاملينها، وهنجيب الدايزنج وهجيب الوصلة التانية واوصلها بالعدسة بتاعت سهيل سات، وبعد كده هربط الوصلة في طبق سهيل سات. وربطنا السلوك كلها في طبق سهيل سات، وبعد كده خدنا السلك الرئيسي اللي جاي من الريسيفر ربطناه في الدايزنج، وبتربط في الدايزنج في الصامولة اللي في النص اللي هي الرئيسية، وبتبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هجيب السلك بتاع النايل سات وهركبه في الطرف الاولاني
وهركبه في رقم 1. وبعد كده هجيب الطرف التاني اللي هو بتاع سهيل سات وهركبه في رقم 2 في الدايزك. انا دايما بخلي النايل سات رقم 1 وسهيل رقم 2، وهيبقى بالشكل ده كده. بعد كده هنزل للريسيفر اظبط الدايزك بتاع الريسيفر. نايل سات هعمله 1 او A، وسهيل سات هعمله B او رقم 2. وبعد كده هجيب شنطة او كيس وهحط فيها الدايزك بالسلك وهلفه كويس بشريط اللحام عشان عوامل الجو والامطار والتراب ما يبوظش الدايزك. وكده يبقى احنا خلصنا تركيب قمر سهيل سات، وده الشكل الاخير للاطباق. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يجيلكوا كل فيديوهاتي. وفي اخر الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي.